32,000 طن من الملاس. إنه عائد اقتصادي ضخم حققته شركة الدلتا للسكر في منطقة أصبحت تزخر بالحياة والخير الوفير. ويحين موعد وصول الزعيم إلى موقع المشروع. لقد تغيرت الصورة تماما عما كانت عليه منذ سنتين عند وضع حجر الأساس. مجتمع متكامل في كل أوجه الحياة، زراعة، صناعة، ومدينة سكنية، ومنتجات متعددة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. لقد تحقق الحلم وأصبح حقيقة حلوة المذاق، إنه السكر. ويتقدم العضو المنتدب المهندس إسماعيل صبري ومعه مساعدوه لمصافحة الزعيم ومرافقيه. ويزيح الزعيم الستار عن اللوحة التذكارية لمصنع شركة الدلتا للسكر، ويحتضن العاملون الزعيم والقائد بكل الحب والتقدير، يقدمون إليه ومن خلاله إلى كل أبناء الشعب المصري هذا الإنجاز الرائع الذي يدعم صرح التقدم والنماء. ويشاهد الزعيم ما حققه أبناء مصر بالعلم والعمل والتصميم من نتائج باهرة في عدة مجالات للأمن الغذائي. ويسجل الرئيس في هذه المناسبة كلمة تقدير تقول: هذا الجهد الذي تم خلال عامين فقط هو أروع من كل كلمات الشكر والعرفان. التحية للجنود الذين أقاموا هذا الصرح في هذا الوقت القياسي. تحية مصر وإعجابها، وتحياتي وإعجابي. محمد أنور السادات، 1 يوليو سنة 1981 ميلادية.